ازاي اعمل الصوره المثاليه the perfect photo. ايه العناصر اللي لازم تبقى في دماغي علشان اطلع صوره زي الصور اللي انت بتصورها؟ اهلا بيكم في الزوازيف. علشان ناس كتير قوي كانت بتبعت لنا تسالنا على التصوير واحنا مسافرين، وايه الحاجات اللي ناخدها معانا واحنا مسافرين لو عايزين نصور، ونصور ازاي بالموبايل، وايه الكاميرا اللي نشتريها عشان نصور، الكاميرا اللي بتصور تحت الميه. فمعانا مصطفى محسن الفاوندر بتاع او ستوديو. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا الاخبار؟ الحمد لله. هيقول لنا الفوتوغرافي سواء كانت موبايل فوتوغرافي او اكشن فوتوغرافي او بروفيشنال فوتوغرافي، هيقول لنا الثلاث حاجات دول والاكويبمنت بتاعتهم هتكون. نبدا بالموبايل. نبدا بالموبايل. اهم حاجه في الصوره هو التكوين او الكومبوزيشن، فاحنا لازم نحدد واحنا بنصور الصوره هناخدها بورتريت ولا لاندسكيب، اللي هو الصوره تبقى ناخدها بالطول ولا بالعرض. تمام. في ثلاث حاجات اساسيين في الصوره واحنا بنصورها، هي الفور جراوند والميد جراوند والباك جراوند. لازم احنا عشان نطلع صوره كويسه نحط السبجكت بتاعنا في الميد جراوند اللي هو يبقى في نص الصوره او متوسط زي ما بنقول. لو احنا عايزين نجيب الشخص زوم شويه فاحنا بنحطه في تلت الصوره، ودي حاجه اسمها رول اوف ثيرد، بيبقى الشخص واخد التلت وبقيه الصوره التلتين عشان الفيو يبان معاك. لو حد بيقول لك صورني فانت واقف بتصوره من مكانك، ممكن الصوره تطلع وراك نخله، وراك شجره، وراك حد، وراك لوحه، وراك يافطه، فالصوره مش تطلع مظبوطه، فتحرك يمين او شمال شويه عشان الصوره تطلع مظبوطه، هتلاقيها اختلفت تماما. حاجه ثانيه برده في تصوير الموبايل مهمه جدا وهي اتجاه الشمس. تمام. لازم ناخد بالنا اتجاه الشمس بيبقى اتجاهه عامل ازاي، هل الشمس دي في ظهرنا ولا في وشنا؟ فلو بنصور حد ناخد بالنا لو الشمس جايه من ظهره نخليه يلف شويه او احنا نتحرك معاه شويه بحيث ان هو يبقى وشه على الاقل منور. لو انا عايزه اخد صوره بالموبايل بالليل، اهم حاجه في الصوره هو اللايت، فبالليل بيبقى اللايت قليل فطبيعي ان الصوره تطلع مظلمه. فاحنا عشان نطلع صوره كويسه بالليل يا اما نروح نقف جنب سورس اوف لايت، كشاف، لمبه، لوحه، اي حاجه تدينا لايت، او حتى لايت ممكن يجي في وشنا وده يبقى افضل لو احنا مش عايزين الحاجه دي تطلع معانا. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن نجيب لايت بالموبايل الثانيه، لو حد ثاني معاه موبايل فممكن يولع الكشاف بتاعه فينورنا، والثاني يحاول يرمي نور على الباك جراوند فتبقى الدنيا كلها منوره. ونثبت ايدينا كويس قوي، لان هي الفكره كلها ان بالليل هي الكاميرا بتقلب لو شوتر عشان تحاول ان هي تجمع اكبر قدر من الاضاءه، فبناء عليه نحاول ان احنا نثبت ايدينا، لان دايما الناس بتستغرب هي ليه الصوره بتطلع مهزوزه بالليل. لو انا دلوقتي عايزه اصور حاجه برج ايفل مثلا او حاجه طويله جدا بالموبايل، بقف فين وازاي؟ في لينسز بتتجاب صغيره كده، يعني في لينسز بتتجاب تتركب على الموبايل تقلبها، في حاجات فيش اي وفي حاجات بتقلبها وايد انجل، في حاجات بتقلبها زوم ومايكرو، سعرها رخيص جدا، اي ثينك في حدود 100 ل 150 جنيه، وممكن تلاقوها في اي محل بتاع موبايلات، ممكن نجيبها، دي هتنفعنا قوي في السفر وبرده في السيلفيز بتبقى حلوه. بتجيب لنا الصوره اللي احنا عايزينها بالظبط. مصطفى بالنسبه للاكشن فوتوغرافي، قول لنا الاول ايه هو الاكشن فوتوغرافي؟ الاكشن فوتوغرافي هي الحاجه اللي فيها حركه كتير وبنبقى عايزين ان احنا نصورها، زي مثلا واحنا بنعوم او بنعمل هايكنج او موتوسيكل او اي حاجه فيها حركه. اكشن كاميراز طبعا نمبر 1 في الاكشن كاميراز في العالم كله هي جو برو. هيرو 5 لما نزلت عملت ايدج في الاكشن كاميراز، لان هي البرفورمانس بتاعها عالي جدا، كلها ووتر بروف. كان في ال3 وال4 بنضطر نجيب لهم كيس عشان نقدر ننزل ونستعملها تحت الميه ما يحصلهاش حاجه، زائد ان هي البرفورمانس بتاعها والكواليتي بتاعتها حلوه جدا. وفيها سكرين اتاشت فيها اصلا، فنقدر نشوف الحاجه اللي احنا بنصورها. لو عايزه اصور بالجو برو بجري مثلا او بعمل حاجه فالصوره بتطلع مهزوزه جدا، او يعني الفيديو ما بيبقاش فيها شيكينج. بالظبط شيكينج بالظبط. هي الفكره ان احنا اي فيديو عامه عشان يطلع كويس لازم تبقى الصوره ثابته، فهي كان التشالنج في العالم كله ان هم ازاي نقدر يعني يخترعوا حاجات تساعد ان الفيديو يبقى ستيبل. فالجو برو عملوا حاجه اسمها كارما جريب. كارما جريب دوت هو سهل جدا، هاندي، بيتمسك في الايد وبتكونكت بالكاميرا على طول، وبيبقى فيه فول كنترول من الهاند نفسها على الكاميرا، الجيمبل بالظبط. طيب دلوقتي احنا لما بنشتري الجو برو بتجيلنا جو برو في بوكس كده، قول لنا بقى ايه الاكسسوارز او ايه الحاجات اللي نجيبها علشان نخلي الموضوع بروفيشنال اكتر؟ الاكسسوارز المهمه الهاند ستراب دوت بيبقى محطوط في الايد كده، هو زي الساعه بالظبط. تمام. الفكره ان الكاميرا بتبقى باصه وثابته مع الايد، فلو احنا سايقين موتور بايك او بنعوم او بنعمل هايكنج اند سو اون، فهي الكاميرا بتبقى ثابته وجايبانا بشكل كويس. تاني حاجه هو الشيست ستراب دوت بالظبط زي الفيست، هو بيتلبس بالظبط، بيبقى جايب برده الفيو قدامنا للحاجات اللي هي زي ديت اللي فيها حركه، فيها حاجات احنا مش قادرين نحط الهاند ستراب في ايدينا. في برضو الهيد ستراب دوت لو احنا بنعمل ووتر اكتيفيتيز وعايزين ايدينا تبقى فري، فهو بنركبه في الراس هنا اهوت وبيبقى جايب معانا كل حاجه. فالحاجات ديت اساسيه معانا، جنب طبعا السيلفي ستيك. السيلفي ستيك طبعا مهمه جدا، لان هي الجو برو كلها طبعا هي الترا وايد لينز، فلو احنا بنفرد الستيك على الاخر فبيجيب لنا الفيو كله.
طيب مصطفى، بالنسبه بقى للسيمي بروفيشنال والبروفيشنال فوتوغرافي، دلوقتي لو كابل مسافرين هاني مون بتاعهم مش عايزين بروفيشنال كاميرا، مش عايزين يدفعوا فلوس كتير، بس عايزين كاميرا في نفس الوقت تطلع صور حلوه ويبقوا مبسوطين بالصور دي وتفضل الصور دي حلوه لفتره يعني. حلو، خلينا نتكلم ان الكاميرات السيمي بروفيشنال الميزه بتاعتها ان هي بتبقى فيها لينس واحده ثابته، بنقدر نتحكم في الزوم بتاعها، مش محتاجه نغير لها اي لينسز ولا اي حاجه. وكمان التكنيكس بتاعتها عشان نصور سهله جدا، مش محتاجه حد يبقى فاهم تصوير بشكل كبير عشان يطلع صوره كويسه. الكاميرات سيمي بروفيشنال في منها النيكون، في منها الكانون، في منها السوني، الفوجي، عاملين حاجات حلوه جدا فنقدر ان احنا نستعملها، وبتبقى كمان سريعه وخفيفه نقدر ان احنا نسافر بيها. لو بنتكلم على بروفيشنال ليفل، فبروفيشنال ليفل احنا بنبقى محتاج واحنا مسافرين من خلال الاكسبيرينس بتاعتي في السفر، احنا محتاجين تو لينسز مش اكتر، حاجه تبقى الترا وايد وحاجه تبقى زوم. الرينج اللي في النص مش بنحتاجه قوي الا لو حد بيصور ستريت فوتوغرافي وعايز يصور حاجات لو لايت بالليل، فال 50 مللي جود اوبشن ان احنا يبقى معانا يعني. طيب قول لي يا مصطفى، ازاي اعمل الصوره المثاليه the perfect photo؟ ايه العناصر اللي لازم تبقى في دماغي علشان اطلع صوره زي الصور اللي انت بتصور؟ اهم حاجه في الصوره عشان نطلع صوره جديده ومختلفه هو ان انت تتخيل الصوره. يعني تفكر انا لو انا عايز اصور صوره حلوه جدا في المكان الفلاني، فانا هصور الصوره دي من اني بوينت وهيبقى شكلها عامل ازاي، فارسم الصوره في دماغك الاول وبعد كده روح لها. طيب مصطفى بجد ثانك يو، المعلومات مفيده جدا. ويا جماعه احنا عايزين نقول لكم ان احنا هنحط كل اللينكس بتاعه الحاجات اللي مصطفى قالها في الديسكربشن، عشان لو ما عرفتوش تلاقوها هتلاقوها كل حاجه، لينكس كل حاجه هتلاقوها موجوده. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا لايك في البيج بتاعت مصطفى استوديو فوتوغرافي. و ازيك